اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعرف شاب على فتاة صديقته في الجامعة، قامت بينهم علاقة صداقة قوية جعلتهما مقربان من بعضهم. وفي يوم من الأيام تفاجأ الشاب بزميلته وهي تجلس وحيدة وعلامات الحزن تسيطر على تعبيراتها، سألها عن السبب وراء هذا الحزن الذي لا يليق بها كفتاة جميلة. فقالت له: جميع صديقاتي مرتبطات بقصص حب، ولم يتبقى سواي وحيدة بدون شخص في حياتي أبادله أحزاني وأفراحي. ابتسم الشاب من سبب حزنها وقال لها: لدي اقتراح جيد، أنا أيضا أعد الشاب الوحيد من بين أصدقائي الذي لا يوجد في حياته حب حقيقي. فما رأيك فكرة مجنونة نتسلى بيها أمام زملائنا؟ قالت الفتاة: ما هي؟ قال: نعلن ارتباطنا أمام زملائنا لمدة 30 يوما، نتظاهر خلالها إننا عشاق أمام الجميع. تنهدت الفتاة قليلا ثم قالت: ماشي، لن نخسر شيء. خرج الشاب والفتاة معا في أول يوم للاتفاق، وبدأ في التمثيل بأنهما فعلا حبيبان. دخلا معا صالة السينما لمشاهدة فيلم أحداث رومانسية. أما عن اليوم الثاني فقد اختار الذهاب إلى شاطئ البحر للتنزه والترفيه، وكانت لهم في هذا المكان أسعد الضحكات، لتكون تلك الأوقات من أفضل أوقات حياتهما معا. وبالفعل استمر على هذا الوضع طيلة 30 يوما، يلتقيان يوميا ويقضيان الكثير من الوقت والتمتع سويا، يستمتعان بتلك اللحظات المميزة. وذات يوم قابلا عرافا فقادهما فضولهما إلى سؤاله عن حظهم في الأيام المقبلة. فقال لهم العراف: عيشوا كل لحظة لكما معا ولا تفترقا، حاول البحث عن السعادة كل يوم. ثم صمت العراف لبرهة ودمعت عيناه، فنظر إليهما في شفقة وذهب مبتعدا عنهما دون التفوه بكلمة أخرى. تغير مسار اللعبة، وفي اليوم 29 وفي تمام الساعة 11:30 مساء التقيا في أحد المقاهي لمعرفة ما سوف يقوم به بعد ذلك. دقيقة واستأذن الشاب لإحضار شيئا من الخارج. ذهب تأخر قرابة الربع ساعة، فبدأ القلق يدب في قلب الفتاة. وفجأة حضر رجل غريب على وجهه علامات الهلع، متجها إلى الطاولة التي تجلس عليها الفتاة وهو يلهث من التعب، إذ به يقول لها أن الشاب الذي دخل معك منذ قليل تعرض حادث أثناء خروجه من هنا، وقمنا بنقله إلى المستشفى، لكن حالته خطيرة جدا. لم تتمالك الفتاة أعصابها وخرجت مسرعة إلى المستشفى وهي تبكي، وإذا بها تجد الطبيب يخرج من غرفة العناية المشددة ويحمل بيده عصير وجواب. كان ذلك في تمام الساعة 11:57 مساء. قال لها الطبيب: لقد وجدنا تلك الأشياء يا آنسة معه عندما تم نقله إلى هنا. وكان مضمون الرسالة ووفاة الشاب. أخذت الفتاة الجواب من الطبيب وبدأت تقرأه: اقتربت منك كثيرا خلال الفترة الماضية لأكتشف نبل أخلاقك ورقة وجمال مشاعرك. في البداية لم أكن أستطيع أن أجد مسمى لما يدور داخلي تجاهك،
ولكن بعد مرور الأيام السعيدة بيننا اكتشفت اكتشفت إني وقعت في غرامك دون سابق إنذار. لقد عشقت كل شيء بك، ملامحك وابتسامتك. اعتدت على سماع صوتك يوميا. لقد أصبحت جزءا أساسي في حياتي. خلال الأيام القليلة التي مضت لن يستطيع أحد أن ينسيني تفاصيلك أو أحداث 30 يوما. لقد أردت أن أعطيك هذه الرسالة لأخبرك قبل انتهاء مدة اللعبة إنني أحبك، وأتمنى أن تبادلينني نفس الشعور بحبك لآخر يوم. سالت دموع الفتاة من عينيها وهي تقرأ تلك الكلمات، فزعت مسرعة إلى غرفة العناية المشددة وهي تصرخ: أنا أيضا أحبك. لقد تمنيت كثيرا أن لا تنتهي 30 يوما لأظل معك. لقد تمنيت أن نبقى معا إلى الأبد. لكن كان الوقت قد تأخر، ودقت الساعة لتعلن إنها 12، ولتقف مع دقات الساعة دقات قلب الشاب ليفارق الحياة. يا من زرعت الياسمين حول بيتي، علمتني لمسات الحب، وفي دوامة الغرام أدخلتني. من غير شفقة منك رحلت وتركتني. ألا تدري إني فيك متيمة، وبهواك امتلكتني، وإن سحرك مختزل في جذور نبضاتي. لك في قلبي شغف يمزقني، ودواوين شعر أذابت أناملي. قرة عيني، كيف تسقي قلبي من نار الهجران. لقد أصاب الألم جرحي، ضيعني حبك في عالم مليء بالجروح. مللت وأنا أبحث فيه عن روحي. ألا تعي إنك أفقدتني قوتي وصوابي، وفي بئر الحرمان أغرقتني. يا من زرعت الياسمين حول بيتي، علمتني لمسات الحب، وفي دوامة الغرام أدخلتني. لا تهملوا رسائل من تحبون وتتركوها معلقة تتلطمها الظنون، فقد ترسو على بر حزين وتتغير النفوس والعناوين.